مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي اذاعه بوير اف ام على الموجه 103.5. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحتك بالدنيا. رح اكون معكم انا عماد خلف من وراء الميكروفون، زملائي شيرين ولافا من وراء الكنترول وعلى البث المباشر. ضيفي بالاستديو دكتور جوان تمو، اخصائي بامراض اللثه وجراحتها وزرع الاسنان من جامعه دمشق. اسمحوا لنا نرحب بضيفنا الدكتور جوان. يسعد مساك دكتور. مساء النور. هلا استاذ عماد. اهلا وسهلا فيك دكتور. الله يسلمك. مستمعينا، اذا حابين تنضموا لنا او اي سؤال بيخطر على بالكم بما يخص مجال اللثه وزرع الاسنان، فيكم تنضموا لنا عبر الرقم الارضي 429 101 او عبر البث المباشر بوير عربي او عبر الواتساب 093 82 80 81 4. حلقة جديدة وضيف جديد. رح نبدأ حلقتنا وموضوعنا هو موضوع مهم كتير، أو رح نحكي عن جملة مواضيع ربما هي تخص موضوع تجميل الأسنان. يا ترى شو هي، كيف بتنزرع؟ العديد من الأسئلة رح نطرحها على الدكتور جوان. لكن بداية حابب أقول للدكتور حمد على السلامة. طبعا مؤخرا كان بدولة جمهورية إيران بمؤتمر خاص، هو رح يحكي لنا عنه. يا ترى لشو هل المؤتمر لشو انتم بالتحديد من بين الأطباء جراحة الأسنان أو اللثة، شو الأجهزة أو المعدات اللي جبتوها معكم؟ شو هي آخر المستجدات في عالم طب الأسنان؟ بالبداية شكرا لكم على الاستضافة. بالنسبة للمؤتمر أستاذ عماد، هو كان المؤتمر العلمي الخامس لاختلاطات زرع الأسنان. طبعا المؤتمر هو مؤتمر عالمي، عادة يقام بدول متعددة، يعني كل سنة أو كل 6 أشهر يقام بدولة معينة. بيتم دعوة الأطباء على الاسم، يعني بيكون في أسماء معينة للأطباء، بيدعوا هالأطباء. على الأغلب هن أطباء أخصائيين. طبعا كان لنا الشرف أنه يتم دعوتنا من بين 30 طبيب على مستوى سوريا. كان الحضور، طبعا المؤتمر كان بجزيرة كيش، وهي جزيرة كتير معروفة بإيران، هي جزيرة سياحية. عدد الحضور كان بحدود 700-800 طبيب تقريبا. المحاضرين هن أساتذة كتير كبار على مستوى العالم، طبعا بمجال زرع الأسنان. نعم. كان في حضور ل8 أساتذة، من بيناتهم الأستاذ الدكتور عماد سلوم، وقلنا الشرف أنه هو طبيب سوري مقيم بمدينة طرطوس. 8 أطباء يصنفون من بين أفضل 100 طبيب على مستوى العالم. الله. طبعا المؤتمر ما هو مؤتمر مجاني، هو مؤتمر مدفوع. يعني أنت كطبيب لتحضر هيك مؤتمر بيتم الدعوة إلك، أيوة. ولكن أنت بتدفع تكاليف للمحاضرات أو للورشات التدريبية. طبعا هي كانت التكاليف كانت لكل محاضرة هي $100. طبعا نحن كأطباء سوريين في شركة النجاح هي تكلفت بجزء كبير من التكاليف، ولها الفضل والشكر. هي شركة موجودة بالشام ولا مندوبهم بمدينة الحسكة. أغلب التكاليف كانت على شركة النجاح يعني. والحمد لله المؤتمر كان كتير ناجح، وأخذنا شهادات عالمية، شهادات معترفة. الفائدة من المؤتمر أستاذ عماد أن المؤتمر بيناقش يعني أسباب فشل الزراعات. أنت إذا بدك تتطور لازم تعرف شو هو سبب الفشل. يعني نحن كأطباء إذا بدنا نحن نشتغل أكيد رح يكون في أخطاء. لابد. الخطأ إذا ما ناقشته شو سبب الخطأ، شلون بتتدارك هذا الخطأ، شلون بتعالج هذا الخطأ، فأنت رح تضل تستمر بنفس الخطأ. أساتذة كبار بدنا نحن كمرضى، أنا عم موجه هذا الكلام للمريض، إنه نحن ما دام كأطباء عم نشتغل فأكيد رح يكون في أخطاء. طبعا. والخطأ ما بيعني إنه الطبيب ما بيفهم شيء أو ما بيعرف شيء. الأساتذة الكبار عم يصنفون، عم قل لك من بين 100 أفضل طبيب على مستوى العالم، عرضوا أخطاء صارت معهم بعياداتهم الخاصة وبمراكزهم الخاصة. بتتفاجأ بتقول معقول إنه طبيب كبير بهذا المستوى بهالتقنيات الحديثة والأجهزة الحديثة يصير معه مثل هاي الأخطاء؟ أحيانا هاي الأخطاء يعني ممكن تصير مع أي طبيب، بس أنت بتشوفها إنه أخطاء بسيطة ولكن بتعطي نتيجة سيئة. تمام. فهني ناقشوا معنا هاي الأخطاء الكبيرة.
طبعا الشغله اللي كانت مصدر فخر إلنا، نحن باخر المؤتمر كان بيصير في نقاش كل يوم. طبعا نحن 4 ايام، بتبلش 9 الصبح للسبعة ونص المساء، محاضرات وورشات تدريبيه، طبعا بتخلى فتره استراحه. كان بيصير في نقاش للحالات اللي صارت عرضها ضمن المحاضرات. باحدى الورشات التدريبيه صارت عم تتناقش الحالات. لاحظ الاستاذ المشرف اللي عم بيعطي المحاضرة، وهو كان دكتور برتغالي، وفي معه واحد إسباني، طبيب إسباني. لاحظ إنه في الوفد السوري مجرد تنعرض الحالة بيعطي الجواب بشكل مباشر إنه سبب الخطأ. حلو. فحط على اللوح إنه الوفد السوري A+. A+ يعني هو يعتبر إنه أفضل وفد حاضر وفعال من ناحية إنه فهمان إنه الوضع. طبعا نحن للأسف العلم موجود، التقنيات لساتها محدودة. يعني نحن عم نحاول نحن نجيب دائما الأحدث، ولكن في أمور عائقة قدامنا. يعني رح أذكر بس شغلة كتير بسيطة، إنه أنا شفت جهاز كنت حابب جيبه معي. الجهاز هون بسوريا يباع ب $8000، شفته عم ينباع بإيران ب $4500. فأنا شفت هالفرق الكبير. يعني للأسف هذا الشيء هو عائق كبير طبعاً قدام أي طبيب إنه يطور حاله. موضوع التكاليف. طبعاً الحمد لله إنه إحنا حضرنا هذا المؤتمر، استفدنا فيه استفادة كتير كبيرة من الناحية العلمية. استرجعنا المعلومات القديمة وأخذنا معلومات جديدة. صار هلا في عنا حلول للأخطاء اللي ممكن تصير معنا بالعيادة. مثل ما قلت لك، إذا نحن ما عرفنا أخطائنا فرح نستمر على نفس الخطأ. فالحمد لله إنه هلا عرفنا شو الأخطاء اللي كنا نحن عم نرتكبها بعياداتنا، وهلا رح نحاول نحن نتجنب هاي الأخطاء. أكيد. هلا بالنسبة للأجهزة، أنا جبت معي جهازين جداد. جبت معي حساس سنسور، هو من شركة ديور الألمانية. هذا الحساس بيفيدني بعمليات زرع الأسنان أو بالحالات الإسعافية الطارئة. إنه هذا الحساس فيني أنا أصور العظم أو صور السن ضمن العيادة بدون ما أبعث المريض لمركز الأشعة. هو موصول على الكمبيوتر بشكل مباشر. حلو. بنصور داخل الفم وما لنا حاجة لفيلم أشعة، هو مباشرة بينزل على الكمبيوتر وفينا نحن نشوف وين شو المشكلة. يعني هاي بالنسبة للجهاز الأول. بالنسبة للجهاز الثاني، أنا جبت جهاز تعقيم. نفس الجهاز هذا يستخدم عادة بالمطارات وبالأماكن العامة. هو لتعقيم الأشخاص وتعقيم الأماكن، تعقيم السطوح، لتعقيم الجو بالعيادة، وحتى فينا نحن نعقم الكراسي بهذا الجهاز. يعني حلو، جميل جدا تكون هيك تقنيات موجودة عنا بمنطقتنا. والموضوع الأجدر اللي حكيتوا عنه موضوع الأخطاء دكتور، موضوع الأخطاء اللي عم يعني بتصير ربما مثل ما ذكرتوا إنه أساتذة على مستوى أساتذة كانوا أخطأوا وصارت معهم أخطاء. يعني حقيقة هالموضوع هذا يعني بحاجة لجرأة من الطبيب إنه يحكي عنه، ومنعاني منه على مستوى الاختصاصات الأخرى كمان. موضوع الأخطاء الطبية بنتمنى كل الاختصاصات يوقفوا عندها ويحضروا محاضرات ومؤتمرات لحتى يتفادوا الأخطاء اللي عم تصير، يلي ربما بمجال السنية بتعطي ضريبة الخطأ هو السن، ولكن بغير اختصاصات مجالات ممكن تكون صحة المريض أو تماما. طبعا يعني العفو، يعني نحن بس في نقطة إنه كمان المريض لازم يكون متفهم إنه في حالات إنه الطبيب ما في إنه يعني يسوي مثل ما هو المطلوب، لأنه وضع المريض ما بيسمح بهذا الشيء تماما. أو حتى فينا نقول التقنيات. نعم. يعني أنت تجي مثلا، نحن ما راح نحكي على مستوى الأسنان، لأن احنا هون كتير في نواقص بالمحافظة. يعني مثلا جهاز CBCT هو جهاز كتير ضروري بعمليات الزرع، ولكن للأسف ما متوفر عندنا. فجبالي أنا في عندي حالات لما بدي اشتغل زرع فوري فرضا، ممكن أنا اشتغل على التوقع أو على الخبرة. فهذا الشيء ممكن أنا مثلا يصير عندي مثلا نسبة فشل معينة ضمن مجال الزرع تفاوت يعني. تماما. فهون لما يكون عندي أنا هذا الجهاز، فأنا نسبة الفشل عندي بتصير تقريبا بحدود 0%. حلو. تمام. فهذا الشيء هو اللي بيأثر. فلازم كمان المريض يكون متقبل لهي النقطة، أنه أخي في أخطاء ما أنا بسبب الطبيب، في أخطاء لها علاقة بالتقنيات الموجودة عندنا بالمحافظة. أكيد.
طبعا حابب اذكر مستمعينا للي عم يسمعونا هلا، انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا بوير اف ام على الموجه 103.5. ضيفي بالاستديو دكتور جوان تمو، اخصائي بامراض اللثه وزرع الاسنان من جامعه دمشق. عم نحكي عن مواضيع مهمه كثير. بدايه كان مدخلنا لموضوع المعدات والاجهزه وموضوع الاخطاء الطبيه وحضور الدكتور لمؤتمر ايران اللي كان جدير بالذكر حقيقه. لندخل بموضوعنا وصلب موضوع الحلقه اللي هو العامل الأهم للإنسان، ربما يكون الجزء الجمالي الأكبر اللي هو ابتسامة الشخص والإنسان، وهن الأسنان. فتجميل الأسنان هو كمان دخل بعالم التجميل كتجميل الوجه والأنف والجسم والبدن كله. دكتور، عملية تجميل الأسنان يعني الشغل الشاغل للنسوان وللشباب ولجميع الفئات العمرية. شو هو تجميل الأسنان كفكرة لو تعطينا إياها؟ هلا كفكرة، هلا أنا بدي أقول لك شو هي وظيفة طبيب الأسنان لنوصل لفكرة تجميل الأسنان. طبيب الأسنان عنده مهمتين ضمن العيادة، إذا ما أدى المهمتين مع بعض فهو يعتبر العمل ناقص، أو فينا نقول فاشل بجزء معين. نعم. طبيب الأسنان عنده مهمة أولا المحافظة على الناحية الوظيفية، وهي الأهم ربما. طبعا الناحية الوظيفية أنه المريض لازم يكون أولا السن غير مؤلم عنده، لازم يكون السن قوي، السن أنه يقدر يمضغ عليه. هاي المهمة الأساسية. في عنا مهمة الناحية التجميلية. الناحية التجميلية أنه شخص يعاني من مشكلة تجميلية بالسن بدك تحلله إياها. إذا أنت حليت المشكلة على حساب الناحية الوظيفية فهذا يعتبر عمل فاشل. وإذا أنت حليت المشكلة الوظيفية على حساب الناحية التجميلية كمان يعتبر عمل فاشل. يعني مثلا بيجيك مريض عنده سن أمامي مكسور، تجي تحط له تلبيسة كروم فرضا أو فيها معدن، يعتبر عمل فاشل. تمام. يعني أنت حليت المشكلة كناحية وظيفية ولكن سويت له مشكلة تجميلية. بالمقابل يجيك شخص يعاني مثلا من سن مكسور، وقفت الألم وتركت له أنت عنده مشكلة وظيفية، تمام. أنه ما حشيت السن بالشكل المطلوب أو مثلا ما حميت السن، فأنت هذا الشخص كناحية تجميلية صار عنده حشوة فرضا على السن، ناحية تجميلية أنه حلو السن كمنظر حلو، ولكن هذا المريض ما فينه يمضغ الأكل على هذا السن. شو استفاد؟ نعم. فأنت عمليا ما حققت الشيء المطلوب. المهمة الأساسية هي تحقيق الوظيفتين مع بعض، واللي هو بالمجمل العام اللي هو تجميل الأسنان. طبعا أنا للأسف هاي نقطة كتير مهمة بدي أذكرها، إن أنا عم بتفاجأ بأشخاص بأعمار 30 سنة 35 سنة 25 سنة عم يراجعوا العيادة عندي إنه دكتور بدنا نسوي تجميل للأسنان. يا أخي أنت فهمان شو هو تجميل الأسنان لحتى تيجي تضحي بأسنانك الطبيعية اللي خلق رب العالمين بأحسن وظيفة وأحسن شكل؟ نعم. تيجي بدك تحط محل أسنان صناعية، بغض النظر أنه أنا بستفيد كطبيب ولا ما بستفيد تماما. يعني أنت عم تيجي تضحي بشيء أنت بدك تندم عليه بعد 2-3 طبعا. فأنا هاي النقطة كتير مهمة، أنه رجاءً لا تضحي بسنك الطبيعي لحتى توصل لآخر مرحلة. آخر مرحلة مو معناته تهمل السن، ولكن إذا عندك مثلا نكشة بسيطة بسن، نقطة تصبغ صغيرة بتجي بتخسر جميع الأسنان مشان هاي النقطة الصغيرة، لا عندك شوية ميلان بالأسنان، في طرق للعلاج رح نناقشها نحن ضمن الحلقة. أكيد. فأنا بتمنى المحافظة على السن الطبيعي، وهو الهدف الأساسي عندي بالعيادة ضمن العلاجات. يعني أنا لما بجي بشخص المريض بشخص الحالة بحط خطة العلاج، بيكون الهدف الأساسي عندي هو المحافظة على السن الطبيعي، بعدين بيجي أنا بقى بحط الأمور الثانية بالدرجة الثانية. تماما. دكتور، مريض زاركم بالعيادة وتم فحصه من قبلكم، يا ترى شو هي العلاجات الممكنة من الناحية التجميلية عندكم انكم تخدموا هالمريض؟ تمام. هلا نحن كعمل تجميلي أساسي، طبعا أنا عم بدي أذكر لك مو ضروري إنه هذا العمل يكون موجود عندي بالعيادة. تماما. يعني نحن نحكي مثلا تقويم الأسنان. راجعني مريض عنده ميلان بالأسنان، أسنانه الطبيعية سليمة، ما فيها لا نخور، ما في أي مشكلة نهائية. كبنية يعني. كبنية، البنية السن سليمة، ما فيها لا نخور ولا أي تصبغات شديدة ولا أي مشاكل. عمر المريض مناسب. الخيار الأول هو تقويم الأسنان. تماما. طبعا تقويم الأسنان في أخصائيين.
تمام. بدك تجي، بده يجي طبيب اخصائي بتوجهه. يشتغل. طبعا لازم يكون هلا طب الاسنان صارت يعني مجموعة اختصاصات. نعم. الطبيب لازم يشتغل ضمن مجال اختصاصه. نعم. في اخصائيين تقويم، في اخصائيين جراحة فكية، في اخصائيين لثة، في اخصائيين اطفال، حتى على مستوى الاطفال في اخصائيين طب اسنان حلو. الاطفال. حلو. في مداواة الاسنان، يعني حتى في اخصائيين مداواة الاسنان لسحب العصب، في اخصائيين فقط لحشي السن بدون سحب عصب. يعني العلم وصل لهالمرحلة. حلو. فنحن لازم نستوعب هاي النقاط، انه طبيب الاسنان ما بيشتغل كل شيء. طبيب الاسنان بده يشتغل بمجال معين. فنحن بدنا نذكر ان نحن انه العلاج الاول والاهم هو والافضل اذا كان عمر المريض مناسب والحالة مناسبة هو تقويم الاسنان. عندنا بالدرجة الثانية عندنا الفينير او اللومونير. طبعا كمان مثل ما قلت لك لازم تكون الحالة مناسبة، لأن نحن بدنا نحكي على اساس انه الحالة مناسبة تماما. عندنا بيجي بالمرحلة يعني بالدرجة الثالثة عندنا الزيركون. عندنا بالدرجة الرابعة عندنا التلبيسات السيراميك او الخزف، او بدنا نحكي بالعامية البورسلان. تمام. وعندنا تبييض الاسنان، وعندنا جسور الاسنان، وعندنا زرع الاسنان. تماما. طبعا انا عم بحكي كناحية انه بدي يحول السن المريض لشيء صناعي. تمام. طبعا انا اذا بدي يمشي معي الشغل او علاج المريض بدون هاي الامور كلها هو التقويم كدرجة. ولو عندي يجي عندي بالدرجة الثانية بيجي عندي الحشوات. ولكن انا لما بدي اجي احكي بالناحية التجميلية او بدنا نحكي ابتسامة هوليود فرضا، انا صنفت على هذا الاساس: اللومونير والفينير كدرجة اولى، الزيركون كدرجة ثانية، عندي تلبيسات السيراميك والخزف كدرجة ثالثة. دكتور، هلا المستمع عم يسمعنا وشغل باله هالموضوع، هالكلمتين او المصطلحات العلميه ربما، يا ترى شو الفرق بين الفينير واللومونير، او الفرق بين الزيركون والعدسات، الفرق بين الخزف والبورسلان والزيركون؟ يعني يا ريت هيك هدول تشرحوا لنا اياها. هلا اللومونير والفينير هي عبارة عن عدسات لاصقة لاصقة على السن. طبعا اللومونير بيفرق عن الفينير. طبعا هاي النقطة لازم يعرفوها المرضى. يعني اللومونير لا يحضر السن نهائيا ولا يلمس السن نهائيا، فقط تنظيف سطح السن وتلصق العدسة على سطح السن. طبعا الفينير واللومونير نفس التركيب، يعني نفس المادة، ولكن الفرق بالسماكة. اللومونير سماكته أقل من نص ملي، يعني ممكن يكون 3 دوزين سماكة العدسة، كتير رقيقة طبعا. بتلصق على سطح السن. والفينير كمان نفس الموضوع، تلصق على سطح السن، ولكن الفينير سماكة بتكون من نص ملي ل2 ملي أو ل1.5 ملي فيها سماكة. الفينير يحضر السن، يحضر السن بحدود الملي أو النص ملي أو الملي ونص حسب الحالة. في ايجابيات الاثنيناتهم، في سلبيات الاثنيناتهم. يعني الفينير مثلا من سلبياته انه انت بتحضر بالسن، يعني انت بتبرد من السن تماما. طبعا الوجه الخارجي انا عم بحكي فقط من السن السطحي، السطح الوجه الخارجي هو بيجي بس على السطح الخارجي. انت بتحضر من السن. ممكن هذا السن انت بعد فترة يصير فيه حساسية. ممكن هذا السن يتعرض للنخر لانه انت عم تبرد طبقة الميناء. نعم. ولكن من ايجابياته انه كون العدسة فيها سماكة فهو بيعطي اللون اللي بدنا اياه. انه نحن سماكة العدسة بتكون منيحة، فاللون بيعطي لون تجميلي 100% المطلوب. اللومونير العكس. اللومونير انت ما بتحضر، فانت بتحافظ على بنية السن 100%. ولكن من عيوبه انت مو العدسة إلها سماكة فبتلصق على السن فبيزيد من سماكة السن طبعا. ولكن طبعا وكمان ما بيعطي اللون المطلوب لانه العدسة كتير رقيقة بتجي، فهي شفافة بتجي. فاذا كان السن غامق ممكن اللون الغامق يشف تحت العدسة. ولكن من ايجابياته انه انت ما بتحضر من السن وما بيصير في حساسية بالسن نهائيا ولا قابلية للنخر، لانه انت ما بتبرد من السن، يعني انت بتحافظ على الميناء تماما. طبعا اللومونير كتير غالي، يعني مشان انه يعني حتى على مستوى سوريا المخابر اللي عم تشتغل باللومونير محدودة جدا، يعني يمكن في مخبر او مخبرين، يعني انه كتير غالي، ما في كتير طلب عليه صراحة. هو الطلب الأكبر على الفينير يعني. طبعا ألصاق الفينير له مواد خاصة، وهي المواد شوي مكلفة يعني،
ما أنا كتير متوفرة عنا. يعني أنا اضطريت مثلا جيب كيت كامل من كردستان مشان هذا الموضوع، يعني ما كان متوفر هون. يعني المواد الموجودة حتى الشيء المتوفر ما انه تخصصي للفينيل، فأنا اضطريت جيب كيت كامل وكان غالي جدا صراحة يعني. جبناه لهذا الموضوع يعني. وبالنهاية مثل ما عم أقول لك، يعني صحيح إنه فرحنا الفروقات، بس أنا بفضل إنه السن الطبيعي. يعني أنا أكيد. بدي أرجع أذكر دائما السن لا الطبيعي استغناء. ضمن الحلقة رح أذكرها كتير. مهم. أنا كتير أنا بنزعج لما يجيني مريض إنه أسنانه كتير حلوة بس بده يحط لها فينير فقط، إنه هلا هاي موجة العصر يعني إنه مهم. فينير يعني. للأسف. هي كفروقات أساسية بين الفينير واللومونير. مهم. هلا أنت ذكرت لي الفرق بين الزيركون الفينير والزيركون مهم. أو اللومونير. هلا الزيركون هو على الأغلب بيتحضر السن بشكل كامل، مهم. يعني بيبرد كامل سطح السن مهم. بشكل كامل. سماكته أكبر، مهم. ولكن ميزته إنه ما فيه معدن نهائيا. يعني إنه طبعا اللومونير والفينير كمان لونهم أبيض كامل، يعني بيجي نحن رح نحكيها بالعامية عظم تماما. كامل عظم. مهم. الزيركون نفس القصة، كامل عظم، ما في معدن. سماكته كمان منيحة، يعني إنه أقل من الخزف أو من السيراميك، ولكن يبرد كامل سطح السن. أها. طبعا في عدسات زيركون، ولكن مانا بجودة الفينير واللومونير، في فروقات شوي بيناتهم يعني. نعم. الزيركون هو على الأغلب بيجي كتلبيسات، يعني تماما. تلبيسات أو كجسور يعني. مم. كمان شوي غالي. طبعا في هلا حاليا صار متوفر مثلا الصيني، صار متوفر الامريكي، هو بيجي ارخص من الالماني، يعني نوعا ما فينا نحن مثلا المريض انه يعني اذا ما عنده امكانيه النوع الالماني فينه يحط مثلا صيني. طبعا لما بقول صيني مو معناته انه سيء، في صيني نخب اول، في ثاني، في أكيد. ثالث، يعني حسب امكانياته للمريض يعني. بدنا نشرح الفرق بين الزيركون أيضا. والخزف. مهم. الخزف الطبقة الأساسية الداخلية هي معدن، الأساسي داخلي. الأساسية هي معدن. مم. فجبالي أنت في عندك حفاف مهم. الملاصق للثة بيشف تحت اللثة، مهم. فبيعطينا خط أزرق على اللثة، نعم. وهذا يعني السلبية الأكبر فيه. مم. السماكة فيه زيادة أكبر من الزيركون جبالي، لأنه في سماكة معدن عنا يعني. تمام. طبعا مو كل الحالات بتكون مناسبة للزيركون، ولا كل الحالات بتكون مناسبة للخزف يعني. لما يكون فقد عدد قلوعات الأسنان كتير كبيرة مهم. والمسافة يعني مثلا سنين أو ثلاثة ورا بعض مقلوعين، بهالحالة ما فيك تحط زيركون، بدك تضطر تحط خزف يعني. خزف. بس إنه نحن بنحكي بشكل عام إذا كانت الحالة مثالية ينحط الزيركون أفضل من الخزف يعني. مهم. طبعا الخزف كمان إنه من ميزته إنه أرخص يعني صراحة، يعني رخيص يعني. وفي حالات مناسبة الخزف مناسبة، يعني مهم. مثلا بيجيك مريض عنده صديد ليلي أو عضة كتير قوية، مهم. يعني بده يجي يختار بين الزيركون والخزف، لا يحط خزف افضل يعني، لانه أفضل. بيجي شوي مقاوم اكثر للموضوع الكسور وهيك يعني بالنسبه مهم. صلب يعني درجة للصلب صلابة اكثر أكثر. يعني مم. كناحيه التحمل بالنسبه لهي الحالات مهم. يعني. تماما. هي يعني يمكن انا ذكرت لك اذا في شيء تماما. ناقص. هو كان المطلوب طبعا. دكتور، زرع الأسنان يا ترى كل شخص فينه يزرع سن؟ هلا بشكل عام كعمر بين ال 18 فينا نقول لل 65 70، العمر هذا يعتبر العمر الافضل، يعني كل شخص فوق ال 18 فينه يزرع مهم. كناحية العمر يعني. تماما. كل شخص فوق ال 18 هلا فينا نحن نزرع للأعمار الكتير كبيرة. مهم. يعني أنا هون بالقامشلي يعني زارع لعمر ال 86 سنة، ما شاء الله. بس عندي حالة زارعة بالشام خلال مهم. أيام الدراسة لمريضة عمرها 91 سنة. يعني هي الشغلة يعني سألوني إنه ليش بدها تزرع ما ضل شيء من عمرها، قالت الأعمار بيد الله يعني. طبعا. فهي المريضة يعني زرعت لها بال 2006 أو 7 يمكن. أها. عفوا ايه بالسبعة 2007. حكت معي بال 2017. الله. ايه المريضة لساتها عايشة، فأخي عايشة استفادت واستفادت. 9 8 سنين 10 أكيد سنين. أكيد. فيعني هذا ما شيء قليل يعني. من الثواب أكيد ايه دكتور. ايه ايه الحمد لله يعني. يعني الزرع فوق ال 18 فيك تزرع، تماما. تمام. تحت ال 18 لا، لأنه الشخص بيكون بمرحلة البلوغ، مهم. بمرحلة النمو العظمي يعني. فالعظم هو أساس الزرع، فأنت لا ما لازم تزرع تحت ال 18 إلا بحالات خاصة، مثلا زرعات تقويمية مهم. ممكن نزرع، هي بتكون زرعات خاصة للتقويم يعني فقط.
وفوق ال 65 بدك تحط ببالك انه تاخذ العمر بعين الاعتبار. بنية العظم بيكون يعني بدك تذكر للمريض انه في نسبة نجاح معينة. مهم. طبعا الحمد لله انا هون اغلب المرضى اللي عم بزرع لهم اعمارهم بين ال 65 لل 75 ما شاء الله. الحمد لله. يعني فالنسبة النجاح الحمد لله عندي عالية بهذا الموضوع. الزراعات اللي عم نشتغلها طبعا كلها مكفولة من الشركة. يعني موضوع انه قبل كان في انه الواحد ما فينه يغامر، مهم. هلا في شوية مغامرة لانه الشركات انا عم جيب كفالة صراحة، عم نفرض على الشركات موضوع الكفالة طبعا. مشان ما نخسر المريض. يعني أكيد. طبعا مو معناته انه ما دام في كفالة انه نشتغل بشكل عشوائي، لا، بس انه هاي الكفالة بتعطيني هيك نوع من الراحة النفسية للمريض ولنا، شيء اكيد. والراحة المادية كمان طبعا، لانه الزرع مانو رخيص ومانو غالي مثل قبل. يعني هلا صار في كتير عروض، انا عم جيب عروض من الشركات صراحة، مهم. يعني عم نجيبها بسعر انه يكون ارخص من السعر اللي عم ينعرض بالسوق عنا ب $100 على الاقل يعني. مهم. وهي ميزة كتير مهمة الحمد لله يعني. جدا رائع. دكتور، امتى تختاروا الزرع وامتى تختاروا الجسر؟ هلا الزرع لما تكون الاسنان المجاورة لمنطقة القلع او منطقة الفقد السني، اذا كانت الاسنان المجاورة سليمة، يعني انا اجاني مريض فرضا عنده سن مقلوع، لنفترض الضرس الاول الرحى الاولى، وعنده سنين المجاورات ما فيها نخور، عمر المريض مناسب، العظم كتير كويس، مهم. العظم عريض، مهم. الحالة مثالية لزرع، بزرع إذا كانت إمكانيات المريض تسمح له. طبعا. لأنه أنا بالزرع هيك بحافظ على الأسنان المجاورة. مهم. نعم. إجاني مريض فرضا، نفس المريض عنده الأسنان عنده سن مقلوع والأسنان المجاورة منخورة بحاجة لسحب عصب. مهم. بعد ما نسحبوا العصب وبده رح يتلبسوا هالسنين، شو استفدت إذا أنا حطيت زرعة بالنص؟ يعني أنا عمليا زدت التكاليف المادية على المريض. لا، أكيد. بهيك حالة لا، بهيك حالة أنا بجي بسوي له جسر أفضل، مهم. أفضل للمريض بهي الحالة يعني. أولا تكاليف مادية أقل، يعني كناحية ما بعرض المريض للجراحة، مهم. وبالنهاية استطباب الجسر هو يعني الواقع هو استطباب الجسر، إلا بحالات معينة مثلا لما يكون طول السن كتير قصير أنا بدي ثبات للجسر، ممكن نحن بقى نزرع بهالحالة. يعني هاي حالات كتير نادرة بتجي، يعني نضطر نحط زرعة بين سنين ملبسين. بهيك حالة يعني مثل ما قلت لك لما بدي أنا بحتاج لثبات زائد مهم. بشتغل هيك. تمام. دكتور، عملية زرع الأسنان يا ترى بتحمي عظم الفك من الامتصاص؟ طبعا. مهم. طبعا عظم الفك هو عظم وظيفي، يعني العظم الفك إذا ما استعملته هذا العظم رح يتعرض للامتصاص مع الوقت. فأنت لما تقلع السن، إذا تركت السن يعني محل القلع فاضي ل5 سنين، ممكن هذا العظم تفقد منه 2 3 4 ملي 10 ملي، ما بنعرف يعني حسب جسم المريض. بينما إذا زرعت فهذا العظم أنت بتحافظ عليه، لأنه زرعة لما بتنحط بالعظم رح يصير في أكل، في ضغط مضغ على هاي الزرعة. هذا المضغ هو بينشط الدورة الدموية بهاي المنطقة. أنت عمليا العظم عم يشتغل وظيفته، ما دام عم يشتغل وظيفته فما راح يتعطل. يعني انت اعتبرها مثل آلة، تماما. مثل آلة انت سيارة مهم. وقفتها على الباب 5 سنين، بعد 5 سنين تجي تضرب المارش ممكن ما تشتغل معك، البطارية فضيت. العظم الفك نفس الموضوع، انت الشيء عم تشغله، ما دام عم تشغله في تروية دموية، مهم. فهي التروية الدموية بتساعد بالمحافظة على العظم، على سماكته، على جودة العظم. جودة العظم لما نقول جودة يعني انه نسبة الكلس تكون فيه نظامية. تماما. دكتور، هالة الخوف دائما اللي عم تشكل عند مرضى الأسنان اللي هو موضوع الألم، يا ترى موضوع عملية الزرع مؤلمة أم لا؟ الزرع هلا بدنا نحكي انه بقول لك والله لا ما فيها الم نهائيا، ما في هذا الشيء. يعني اي عمل جراحي فيه نسبة الم، ولكن بقول لك انه هذا الالم كتير فظيع، لا ما انه هيك. يعني انت مثل سحب عصب السن، حتى اقل الم يعني متحمل يعني. مثل اي علاج تاني يعني علاج يعتبر علاج روتيني بسيط عندنا بالعيادة. طبعا في حالات نحن ما بنسوي شق، خاصة بحالات الزرع الفوري ما بنسوي شق، فهي يعني ما أنا مؤلمة نهائيا. تمام. يعني ممكن المريض يتألم أول يوم ألم بسيط، طبعا هذا الألم يسيطر عليه. يعني مو انه ألم نترك المريض ضمن ألم وخليه يتحمل، لا ما انه هيك. نحن بنعطي صادات حيوية، بنعطي مسكنات ألم،
وبيصير في سيطرة على الألم. يعني هو ألم كتير بسيط. يعني في أحيانا في مرضى حابين يزرعوا، بيخافوا انه مثلا ممكن جاره زارع وصار عنده كتير ورم وصار عنده ألم. أخي كل مريض بيفرق عن مريض. في شخص بنية جسمه قابلة للتوذم، في مرض بنية جسمه الشخص هذا ما بيتحمل الألم، عتبة الألم عنده منخفضة. في أشخاص تنجرح إصبعتهم 3 أيام ما بيناموا، وفي شخص ممكن ينقطع الإصبع بيكون عنده عادي جدا. فهذا الموضوع نسبي. فموضوع الزرع، العلاجات السنية بشكل عام، يعني مو على مستوى الزرع، هيك هي يعني الزرع مثله مثل أي علاج تاني. يعني ما فينا نقول أنه مؤلم أو غير مؤلم، موضوع نسبي يعني. تماما. دكتور، ضمن سياق حديثكم ذكرتوا موضوع عملية الزرع الفوري طبعا، وتعقيبنا خلال ملاحظتنا على صفحتكم الشخصية من فترة نشرتوا بوست بخصوص عملية الزرع الفوري. يا ترى شو هي، لو تشرحوا لنا لنا وللمستمعين والمشاهدين؟ هلا بالنسبة للزرع الفوري، أنا صرنا عم نشتغل بمجال الزرع الفوري. طبعا الزرع الفوري له شروط كتير صارمة. لازم عظم المريض يكون كتير مناسب للزرع الفوري، يعني يكون في عنا عرض، يكون في عنا سماكة، يكون في عنا قساوة بالعظم مساعدة لثبات الزرعة. الزرعة لما بتنحط ضمن العظم في إلها مقياس للثبات، الثبات الأولي نحن بنسميه. شروط لها شروط يعني. طبعا هذا الثبات نحن على الجهاز بنشوف الثبات. إذا كان الثبات فوق 40 أو 45 نيوتن، نحن ممكن نحمل السن خلال 5 أيام. يعني نحمل الزرعة، يعني نركب عليها سن خلال هاي الفترة القصيرة. يعني أنا عندي بالعيادة يمكن الحالة اللي أنا عرضتها على صفحتي، زرعت السبت، الخميس ركبت السن. طبعا الحالة أنا مشتغل كتير حالات زرع فوري، خاصة بفترة الصيف للمغتربين. كتير اشتغلت زرع فوري، الحمد لله نسبة النجاح عالية جدا. وما بيشتغلها إلا إذا كان الحالة مثالية. يعني أنا ممكن أتفق مع المريض على زرع فوري، مثل ما قلت لك في عنا نواقص بالأجهزة. أنا اتفقت معك على زرع فوري، أنا بشتغل بناء على الشيء المتوفر بين إيدي. أنا ما عندي صورة CBCT ولا عندي مقياس كثافة العظم. لو ما تكون هاي الأمور متوفرة فيني أنا قبل عملية الزرع بضمن لك إنه هاي الحالة مناسبة. بس أنا لما بقول لك مناسبة للزرع الفوري، فيني اقول لك 80% او 90% مناسبة، بس عندي انا نسبة انه ممكن اتراجع عن الزرع الفوري. ضمن العملية بنحط الزرعة، كان العظم عندي على المقياس الثبات، كان العظم عندي فوق 45، ممكن انا اركب لك السن خلال 5 ايام. كان اقل من 45 بنترك الزرعة مثل ما هي، بتسافر، او اذا كنت مقيم هون بتضل شي 1.5 شهر. بعد 1.5 شهر بنركب عليها السن. يعني شو الفترة الزمنية طويلة دكتور؟ نحن اللي يصير عندنا اندماج عظم. نحن الاندماج العظم بيحتاج 6 أسابيع. 6 أسابيع. هلا نحن بهاي الفترة بالنسبة للزرعة الفورية حتى ممكن خلال 4 أسابيع نركب السن، بس نحن بنترك 6 أسابيع مشان نكون علميين 100%. إذا كانت مثل ما قلت لك المقياس عندي أقل من 45، أنا بضطر إني ما أحمل الزرعة. وأنا صدف معي حالة هيك بهذا الصيف، إنه حالة مريضة متفق معها على الزرع الفوري. حطيت الزرعة، شفت على المقياس عندي طلع عندي 30. مو منطقي اني ركب السن، ما حققت الشروط. وعندي حالة صارت معي نفس المريض، كمان كانت مريضة، زرعت لها بجهتين بنفس اليوم بدون شق جراحي. طبعا تثقيب للعظم وفورا وضع الزرعة. جهة كانت النسبة 50 وجهة كانت 40. يعني نفس المريض. يعني ممكن انت تشوف جهة نفس المريض، جهة العظم قوي، جهة ما قوي. فنحن بنترك خط رجعة. المريض طبعا زرعات اللي انا عم بشتغلها زرعات عالمية، يعني هي موجودة ب90 دولة بالعالم. ممكن المريض انه ما يقدر يرجع، ممكن يكمل الشغل بالدولة اللي مقيم فيها. طبعا أنا المريضة اللي عندي اللي ما ركبت لها السن هي من الدنمارك. أعطيتها اللوكيشن تبع الشركة بالدنمارك، وهي تابعت شغلها بالشركة. حلو كتير. دكتور، من ضمن طرق التجميل تبييض الأسنان، بنسمع كتير موضوع تبييض الأسنان وبيتوجهوا الآنسات أكتر شيء والسيدات، ومؤخرا اللي بيحبوا موضوع عملية التجميل. تبييض الأسنان يا ترى لشو أسباب تلون السن، وكيف بيتم العلاج لديكم دكتور بالعيادة؟ هلا بالنسبة للتبييض،
انت ذكر لي طبيب الاسنان في طرق رئيسيه تبعه، انه أكيد. طبيب بالليزر او طبيب ضمن العياده بالضوء الازرق، او طبيب ضمن بقوالب الطبيب، اضافه للمعاجين والمواد المستخدمه بالطبيب. هلا بالنسبه للاسباب، الاسباب الرئيسيه هو موضوع التدخين. ممكن يكون عندنا له علاقه كثير كبيره. النظام الغذائي. عندنا موضوع الإهمال. الإهمال ممكن يصير عندنا تراكم للتصبغات على الأسنان. عندنا موضوع في أطعمة معينة، عندنا مواد معينة، المواد الملونة بالأغذية هي أيضا. بتسبب التلون. عندنا الأدوية، في أدوية مثلا أيضا. مثل التترايسايكلين فرضا، هاي بتسوي تلون، والتلون بيكون داخلي، يعني ما بيسوي للأسف. ما فينا نعالج هذا التلون حتى لو بالتبييض او بالليزر. عندنا موضوع الأشعة، عندنا جرعات معينة. أيضا. عندنا بالنسبة للأطفال عندنا الفيتامينات، خاصة موضوع الحديد. المضامض الفموية لما تستعمل لمدة طويلة. عندنا أدوية نفسية أيضا. بتساعد لتلون الأسنان. نسبة الفلور لما تكون عالية بالمي كمان بتساعد على التلون. شو بدنا نقول كمان، مثلا بعض الأمراض الجهازية المناعية بتسوي تلون للأسنان. هي بالنسبة للأسباب الرئيسية. الأشياء الأشياء. الطبيب بيكون أنه أنت عندك سن تصبغ أو نسبة اللون فيه السن النور، يعني نسبة الصفار فيه زايدة، بدك أنت تجي تبيض هذا الصفار. إذا كان الصفار داخلي من بنية السن، يعني بنية الداخلية العميقة، مثل التصبغ بالفلورايد أو بالفلور أو التصبغ بالتتراسايكلين، فهذا لا يعالج. لا يعالج فقط بالعدسات أو بالأمور الصناعية، بس بالتبييض لا. طبعا التبييض هو بيستخدم مادة بيروكسيد الهيدروجين، تمام، يعني فينا نقول ماء أكسجيني. تماما. ماء أكسجيني بيجي على شكل جيل. بنسلط الليزر عليه إذا كان يستعمل الليزر. طبعا الليزر هو الضوء الأحمر، نحكي ببساطة الضوء الأحمر. الليزر بيفكك جزيئات البيروكسيد الهيدروجين وبيخلي يتفاعل مع التصبغات. طبعا في واحد بيكون شاردة إيجابية والثاني شاردة سلبية. بتنربط مع بعض، بيصير في إزالة التصبغات وتنظيف للسطح. هاي إذا بدنا نستعمل الليزر. إذا بدنا نستعمل الضوء الأزرق نفس المبدأ، ولكن بدرجة أقل كتبييض. يعني التبييض بالليزر بيختلف عن الضوء الأزرق. للأسف الموجود عندنا هو الضوء أزرق يعني بالمحافظة. يعني يمكن ما بعرف إذا في مراكز ليزر تستعمل الليزر الأحمر، ولكن على الأغلب هو ضوء أزرق المستخدم عندنا. وعندنا التبييض المنزلي، هي عبارة عن قوالب تبييض. بنحط مادة التبييض ضمن القالب وبيستعمل المريض بالبيت، بيركبها 4 ساعات أو 5 ساعات لمدة 4-5 أيام، بيحصل على درجة تبييض معينة. النتائج بتكون متفاوتة من مريض لمريض حسب بنية السن. على الأغلب معظم المرضى بيعانوا من حساسية سنية بعد التبييض. طبعا الحساسية السنية هي لها علاقة بنوع المادة المستخدمة وببنية سن المريض. يعني مريض عنده مثلا حساسية بالأسنان بالأساس، أو عنده تراجع لثوي، هذا مريض ما مثالي للتبييض. يعني يفضل التبييض إنه ما نسرع نحن بالتبييض الأسنان. له تأثير شوي على بنية السن صراحة، بيسوي شوية تضعيف بميناء السن، خاصة إذا كان المريض بيعاني من نسبة نخور عالية أو نسبة حشوات عالية بالفم. في مواد جيدة راح نذكر منها الأوبليسانس، هي مادة أمريكية تحوي على نترات البوتاسيوم. نترات البوتاسيوم هي مادة مضاد لحساسية الأسنان. المريض اللي فينه يجيب هاي المادة ممكن نحن نشتغل التبييض. بس بالنسبة للمواد التبييض الثانية المتوفرة عنا للأسف على الأغلب معظمها بتسوي حساسية سنية. طبعا أنا ما بحارب التبييض مشان ما ينفهم بشكل خاطئ يعني، ولكن أنا لازم أذكر الحقيقة. تماما. هذا الواقع الموجود عندنا. التبييض الموجود عندنا ما هو تبييض حقيقي، يعني هو تبييض بالضوء الأزرق وله تأثيرات جانبية. التبييض الحقيقي لازم يكون المادة التبييض تحوي على نترات البوتاسيوم، والتبييض يكون باللون الأحمر بالليزر
ذو اللون الأحمر، لأنه هذا هو التبييض بالليزر الحقيقي. تمام. الباقي كله ضوء هيلوجيني أزرق، ما تمام. هو تبييض نظامي. دكتور، ضمن سياق حديثك مؤخرا حكيت عن موضوع تبييض الأسنان المنزلي. بنلاحظ في حالات شائعة كتير يعني عند النساء انه حول تبييض الاسنان بالفحم عفوا، ويعني لو يعني لو وضحتوا لنا هالفكره هاي كيف بتكون، شو هو الفحم يعني لتصحيح المفهوم هذا. ما بدي اقول لك شغله. التبييض بالفحم ما انه فحم الشوي اللي عندنا بالبيت مثلا ولا فحم الارجيله يعني. تمام. التبييض بالفحم، الفحم هو بيجيبوا فحم حجري يعالج بدرجات حرارة معينة. نعم. يضاف إليه نشاط الخشب، يضاف عليه مواد معينة، مغنيسيوم، إضافة لبعض المواد المعدنية. ومثل ما قلت لك يعالج بدرجات حرارة معينة تتفكك الجزيئات وبتتحول لمواد يعني قابلة للتبييض. طبعا هن بيسووا مثل تشريد إلها. مثل ما قلت لك ان احنا المبدأ التبييض هو انه شاردة ايجابية وشاردة سلبية بينضبطوا مع بعض بيصير في تبييض. فالفحم كمان نفس الشيء. الفحم هو من النوع القابل لامتصاص الروائح وامتصاص التصبغات. تمام. فهن بيسووا الفحم على نفس المبدأ. طبعا يضاف اليه مواد مالئة، اضافة لمواد طعم، مواد حافظة، مواد مشان الطعمة وهيك. بس انه مو هو فحم الموجود عندنا بالبيت يعني. يعني في انا صادف عندي كذا مريض مراجعين العياده مسوين مشاكل باسنانهم، يعني رايحين باردين الفحم وحاطينه ضمن المعجون وعم ينظفوا السن، صار في تصبغ بدال ما انه يصير تنظيف للسن، صار في تصبغ. الفحم ما انه فحم الموجود عندنا يعني. هذا فحم يعالج بدرجات حراره معينه وبشركات معينه. اذا انت بدك معاجين خاصة، في معاجين خاصة تحوي على الفحم. تماما. هاي المعاجين فيك انت تراجع المراكز المختصة، مستودعات المواد الطبية، تاخذ مثلا في الجلوز اب، مثلا كلوز اب هذا للفحم، حاوي على الفحم بنسبة معينة. وطبعا استعماله مانو يومي لانه هو من النوع الساحل، يعني بيسحل السن، بيبرد من السن لما يستعمل بشكل يومي وبشكل مكثف. يفضل استعماله يومين بالاسبوع يعني. هاي بالنسبة للتبييض الفحم. تمام. لأنه سيداتنا بيراجعوا اليوتيوب وبيسمعوا كتير شغلات هي خاطئة، كتير أخطاء شائعة صراحة. تمام. يعني هي من ضمنها يعني موضوع التبييض بالفحم يعني. دكتور، رح نختم حلقتنا ولقائنا بمجموعة نصائح. هالمرة رح يعني نتوجه لزملائكم الأطباء وضمن خلال يعني ممارستكم لمهنتكم منذ 10 سنوات، ما يقارب 10 سنوات، لزملائكم الأطباء حول الأمور الأخطاء الشائعة مثل ما ذكرتها، الأمور أنه يتبعوها. يعني رح نختم لقائنا بمجموعة من النصائح من عندكم عبر منبر بوير للزملاء الأطباء أخصائيين السنية واللثة ضمن المجالكم. هلا بالنسبة للنصائح، فنحن رح ننصح الزملاء اللي لساتهم عم يدرسوا أو اللي على وش التخرج أو المتخرجين حديثا. نعم. اللي فتح العيادة ما عاد فيك إنه تساعده كتير بهذا الموضوع. يعني ممكن أنت تنصحه بإنه يطور حاله من خلال المؤتمرات أو من خلال مثلا الأجهزة الحديثة. ولكن بالنسبة اللي ما متخرج أو على وش التخرج، ممكن أنا كنصيحتي الأساسية إنه هو التخصص. نحن بحاجة لأطباء مختصين بجميع المجالات. نعم. أنا بنصح الخريجين الجدد إذا في عندهم إمكانية لموضوع التخصص فهو أفضل شيء. تخصص فرعي مثلا، تخصصات بعد إنهاء طب الأسنان 5 سنوات طب أسنان، في قدامهم مجال 3 سنوات 4 سنوات أو 5 سنوات من التخصص. تخصص بمجال طب الأسنان التجميلي، تخصص بمجال يعني أنا الاختصاصات اللي نحن بحاجتها بالمحافظة، أطفال مثلا. أطفال نحن بحاجة، حتى كأخصائيين لثة نحن بحاجة يعني. أنا ما فيني مثلا نغطي او في لي زملاء تانيين ما فينا نغطي كامل المحافظة كبيرة عدد المرضى فيه هائل، ما فينا نغطي. فلازم يكون في عنا أطباء أخصائيين. طب الأسنان دخل بمجال التخصص. نحن بحاجة لأخصائيين بمجال المداواة اللبية اللي نحن فينا نقول سحب العصب. نحن بحاجة لتطوير الأجهزة الموجودة عندنا بالعيادة.
فيني اقول لك نحن عندنا طلبات كمان، يعني مو انه بس نصائح، نحن نصحنا الزملاء، بس كمان القائمين على الواقع الموجود هون. نحن حاليا نحن بحاجة لأجهزة حديثة، يعني نحن بحاجة للجهاز السي بي سي تي. هذا الجهاز أنا كطبيب ما فيني أروح أشتري جهاز حقه 80,000 دولار يجي حطه عندي بالعيادة. هذا ضمن مجال أخصائيين الأشعة، أو نحن ممكن نحن يكون ضمن المشافي العامة أو الجهات المعنية مثلا، الجهات المعنية. نداء مثل لهم. هذا الجهاز ضروري جدا للمحافظة. يعني أنا معقول مثلا أبعت مريض من هون على كردستان العراق، أو بدي أبعت مريض على الشام مشان صورة سي بي سي تي مشان أنا أشتغل عملية زرع؟ ما نو منطقي. نعم. ما فيني أبعت مريض مشان يطلع يروح يقيس لي الكثافة العظمية. نحن رجائنا وطلبنا من الجهات المختصة أنه أنا بدي أحكي باسمي كطبيب، يعني أنه تأمين الأجهزة الضرورية ضمن المحافظة. هاي الأجهزة بتوفر على المريض التكاليف المادية، تكاليف السفر، وبنفس الوقت بتساعد الطبيب بإتقان عمله بشكل أكبر، وبيعطي نتيجة أضمن للمريض. وبالنسبة للزملاء الجدد المتخرجين أو اللي رح يتخرجوا حاليا، يفضل أنه يتجهوا لمجال التخصص، لأنه هو رح يوفر عليهم كتير وقت ضمن العيادة. ما بدنا نفكر نحن كتير بالأمور المادية. الأمور المادية إذا كنت كطبيب مختص بتتعوض خلال 2 أو 3. تماما. فأنا كنصيحة التخصص هو أفضل شيء بالنسبة لطبيب الأسنان. ألف شكر لكم دكتور جوان تمو، اختصاصي بأمراض اللثة وزرع الأسنان من جامعة دمشق، على هالاستضافة الحلوة والمعلومات القيمة. شكرا لك أستاذ عماد، وأنا كتير بتشكر إذاعة بوير على هاي الفرصة، وخاصة أنه نحن ضمن فترة الحظر يعني. الله يعطيكم العافية. شكرا لكم أكيد دكتور جوان، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم مع بحلقة جديدة وضيف جديد. تضلوا بخير وسلامة.